الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين، وجعله مثلا كاملا وقدوة حسنة للمؤمنين، وحجة على الخلق أجمعين، حيث جعل رسالته عامة للناس كافة. والصلاة والسلام على نبينا الرؤوف بالمؤمنين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أحبتي في الله، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل من أعظم وأفضل العبادات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظم هذا الإنسان سيد ولد آدم أن يوم القيامة أن جعل الله عز وجل الصلاة عليه سببا في رحمة الله عز وجل وعلا. الله العظيم القدير العفو الرؤوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله عز وجل على خلقه ثناؤه عليهم، وصلاة الله عز وجل على نبيه أيضا ثناء عليه، فما بالك نحن لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يقولون يوم القيامة نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي الله عز وجل، فيقول له الله عز وجل: يا محمد قم فسل تعطى، فاشفع تشفع. فأول من يشفع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته وكل من سار على نهجه. فإذا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تصلوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فكيف لا نصلي؟ وهذا يعني فضل كبير. والله لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة وصلى الله عز وجل علينا مرة لكفت، ولكن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيصلي الله عز وجل علينا 10. أي فضل هذا! قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد مسألة، يريد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يرفع به إلى السماء ليقضي الله عز وجل حاجته ويفرج الله عز وجل همه. قال: يا رسول الله، أجعل لك في صلاتي أي في دعائي الربع؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك في صلاتي الثلث أي أكثر من الدعاء؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك في صلاتي النصف أي نصف الطلب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أطلب من الله عز وجل ما شئت من الدنيا؟ قال: إن شئت. ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله، أجعل لك في صلاتي كلها، يعني أرفع يدي إلى السماء فقط كي أصلي عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعلت هذا وفي قلبك أشياء استعصت بها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقضى حاجتك ويكفى همك. فكيف لا نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كان الصالحون رضوان الله عليهم إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحيون، حتى كان المضطجع منهم يجلس ويقوم. لماذا؟ لأنه يذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فعليكم أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أجر كبير وعظم كثيرة.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.